أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا الثالث على الدوام. الساعة دلوقتي حوالي 5:30 والمفروض عندي طبعا امتحان الساعة 9، فقلت امشي بدري احسن علشان الحق. المواصلات النهارده ممكن ما تكونش احسن حاجة، يعني يوم الخميس ده بالذات المواصلات بالنسبة للقاهرة ما بتبقاش كويسة أوي وكده، فقلت اطلع بدري لعل وعسى الدنيا ما تظبطش ولا حاجة. الساعة دلوقتي 11 إلا ربع، والمفروض كنت ندخل تاني امتحان كمان ربع ساعة، بس للأسف الامتحان اتأجل. هو ده حاجة كويسة وحاجة وحشة في نفس الوقت بالنسبة لي بصراحة. حاجة كويسة علشان أقعد أراجع كويس، لأن اللي هو الكمية يعني كبيرة شوية، يعني فالواحد كان يقعد يراجع كويس. تاني حاجة وحشة لأن أنا عايز أنام، كده مش هلحق انام دلوقتي، مضطرين بقى نقعد نكمل حوالي ساعتين كمان ونمتحن ان شاء الله، وبعد كده نتكل على الله باذن الله. الله المستعان. اللي مدوخنا هو اللي مدوخنا هو. تعالى الواد ده تعب معانا والله. والله شقام اقسم بالله. والله يا جدعان مش عارفين من غير الواد ده نعمل ايه. نعمل ايه طيب؟ اهو يلا ادعوا لي بقى. خلصت الفيكس هو ده شيله على البيت. تعالى خش تعالى تعالى خير على الاثنين دول. والله يا عم. والله الفيكس بكام الف يا صاحبي؟ والله يا عم انت التلف يا حسن. تمام هذه تبلات التلف هذا صح ماتيريال وكده. بقول له يا عم هات 1000 مش غلط. يغلى عليه؟ مش كده. لا ما غلطش على خلاص خلاص يا صاحبي بقى. الا مولانا خلاص يا باشا. اهم حاجه تسجل بيسجل بس ما بقول لك والله الا مولانا. تعالى نعمل انت فرحان كده خلاص. انت الفلوس بقى الشغل خلاص جاب لك لحد دلوقتي. لا بص عادي الفلوس خلاص كده بس خلاص كده يزيد يا باشا. ده فلوج هيقعوك. ده هو فرحان اصلا، يعني هو مبسوط. يرضيكم يا جدعان الواحد يروح يعيش في المدينة ويسيب الجمال الرباني ده، يعني والله بجد اللي هو يعني الزراعة دي كده حاجة كده. من ساعة تالتة ثانوي وانا كنت كل الدنيا طبعا كنا قاعدين في البيت وكده، فكانت كل الدنيا ما تضيق على الواحد، ولا مفيش منفذ ولا فيه مخرج. كنت اجي افضل اتمشى انا كده في الزراعة شوية. فدي بجد من نعم ربنا على الانسان والله، انه انت تعيش في منطقة في قرية يعني، وان كان في طبعا حاجات كتير جدا مش كويسه برضه. انا مش عارف حسيت ان دي كده عامله زي ابو زيد سندروم. متلازمه ابو زيد، يعني هو اكتر حد بيتكلم عن الموضوع ده اصلا يعني. المهم عندي مشكله كبيره جدا نفس الواحد يعرف يتخلص منها، الا وهي كتر الاهداف اللي الواحد بيحطها لنفسه. يعني بحط لنفسي اهداف كتير جدا لدرجه ان انا ممكن احيانا ملحقش اكمل الهدف ونط على هدف غيره، ملحقش اكمل مثلا كتاب شغال فيه واسيبه وادخل في كتاب غيره، وهكذا يعني. والحته دي انا ملاحظها في نفسي من زمان جامد خالص، وبصراحه نفسي الاقي لها حل. فالفتره الاخيره كده بدات اخد قرار اللي هو ايه، هبدا في هدف، احدد لنفسي اهداف اصلا، احدد لنفسي انا عاوز ايه، وابدا امسك الهدف ده واشتغل عليه واحده واحده كده مع الوقت. فحاليا اللي هو طبعا فتره امتحانات وكده، فمش مركز غير مع المذاكره ومع حفظ القران، ومثلا في بند كده في طلب العلم الشرعي الواحد برضو بيحاول يلتزم بيه يعني. بس كده غالبا، والفلوجات والتصوير. طبعا يعني التصوير ده احنا قلنا كل يوم، بس طبعا وارد جدا انه ما يبقاش كل يوم ولا حاجه يعني، بس هنحاول نلتزم برضو والله، نحاول نلتزم ان شاء الله.
وبجد شكرا لاي حد بيدعمنا، شكرا للناس اللي عماله تقول لنا استمر ومش استمر، وبجد لا الناس دي يعني الف شكر لكم كلكم والله. وادينا مستمرين والله المستعان، وربنا يجري على لساننا الخير ويجري على لساننا ان احنا نكون نقدر نقدم قيمه تفيد الناس وقيمه تفيد اخواتنا واهلنا يعني من الشباب وكده. المهم العقليه بقى بتاعت اللي هو كتر الاهداف ديت، يعني حاجه كده عامله زي عقليه القرود. يعني القرد ما بيثبتش في مكان، بينط من مكان للتاني وبينتقل من مكان للتاني وكده، وبالتالي ما بيثبتش في مكان. الواحد برضو في نفس الاشكاليه، اللي هو لما بيلاقي نفسه ما لحقش يمسك في هدف، ما عملش فيه حاجه وما لحقش يخلصه، راح ناطط على هدف غيره، ما لحقش يسوي حاجه راح ناطط على حاجه غيرها. فدي بصراحه اشكاليه كبيره جدا. طب انا لما وقفت مع نفسي واللي هو بدات ادعبس جوايا كده، طب انت ليه؟ يعني انت ليه كده؟ ليه مش بتلحق؟ ليه مكتر على نفسك الاهداف؟ ليه حاطط لنفسك حاجات كتير كده؟ عامل في نفسك كده ليه يا ابني؟ والله عارف، بحس من جوايا كده شعور بسبب ان الانسان عمره قصير. يعني انت عمرك محدود وعمرك قصير، ومش هتلحق ان انت تعمل كل حاجه انت عاوزها، ومش هتلحق ان انت تطلب كل العلوم مثلا، ومش هتلحق ان انت تتثقف في كل المجالات، ومش هتلحق ان انت تجتهد في كل او تعمل كل المشروعات، مش هتلحق. وبحس ان هو ده الشعور اللي مخليني بجري يمين وشمال وفوق وتحت وطالع ونازل مش ثابت في مكان ولا مستقر على هدف معين مركز عليه. وانا من وجهة نظري وده اللي ادركته مؤخرا، ان انت لا، كون الانسان يركز على هدف واحد بس في وقت لفترة من الفترات وينجزه ويخلصه، افضل بكتير جدا من ان انت تشتت نفسك ما بين هدف واثنين وثلاثة، وفي الاخر تطلع المحصلة ان انت خدت نص الهدف ده على تلت الهدف ده على ربع الهدف ده، وفي الاخر هتلاقيك ان انت ما استفدتش من ولا هدف فيهم بشكل كامل يعني. فده اللي ان شاء الله ناوي اعمله الفترة الجاية، ان انا مش هحاول ما اكترش على نفس الاهداف. الاجازة ان شاء الله خلاص جاية، يعني الواحد هيخلص امتحانات 5/6 وده بدري جدا، او 5/6 وده بدري جدا، يعني قبل العيد بشوية، يعني بحوالي 10 ايام او حاجة. فاللي هو في وقت هيبقى معاك الواحد ان شاء الله يبقى معاه وقت، حاول بقى اللي هو يبدا يشتغل على نفسه ويطور نفسه بقى في بنود معينه، يطور نفسه في المجال بتاعه في الكليه، ويطور نفسه مثلا اكتر في حفظ القران ويدوس اكتر ويحاول ينجز مشروع حفظ القران ده. يعني ده لوحده مشروع عمر اصلا. يعني الواحد يوم ما يتم عليه ربنا يتم عليه النعمه ديت، اعتقد ان هو كده انت خلاص، انت ان شاء الله تكون وصلت لاجمل اهداف حياتك. لا تقول لي بقى ثانويه عامه، ولا تقول لي بقى كليه معينه، ولا تقول لي بقى وظيفه ولا جواز ولا شغل ولا كده. بجد لا، بجد اللي بجد يا جدعان، دايما مش عارف هو الواحد بيحاول او مش بيحاول، والله بتيجي لوحدها انه يحفظ القران، بلاقي بيدخل معايا في الكلام. لان انا بصراحه دي حاجه مجربه، وانا حاجه حبيتها وجربتها ودقت لذتها بصراحه. فنفس الواحد نفسه بجد ان اي حد يدوق اللذه دي، ان بجد انت في حفظ القران والله بجد بتدوق نعيم جميل قوي، يعني جميل جدا يعني. في مقولة كانت بتقول لك ان انت الحاجة كل ما بتكررها بتمل منها، الا القرآن كل ما قررته حلا، كل ما قررت القرآن زادت حلاوته. وانت في اوراد التلاوة بتاعتك مش بتكرر الايات كتير قوي غير الايه اللي تقع قوي في قلبك، ولكن انت اثناء الحفظ انت مطالب ان انت تكرر الايه مره واثنين و10 و15 مره علشان الايه تثبت. وانت مع كل سبحان الله مع كل مره بتكرر فيها الايه تبدا يعني يقع كده ولو جزء من الايمان في قلبك، فتستشعر حلاوه الايمان في حفظ القران الكريم. ان شاء الله يكون لنا حلقه مع الشيخ اللي انا بحفظ معاه يعني، وانا خلاص دبسته كده بالفيديو ده ان هو ان شاء الله، وهو سبحان الله بيسمع الفيديوهات اصلا، يعني بيسمع التفات بتاعتي، مش عارف ازاي واحد زي ده بيسمع واحد زي كده بصراحه يعني. فان شاء الله يكون في حلقه عن حفظ القران الكريم واهميته وازاي والخطط والمراجعات والكلام ده كله باذن الله، يعني في الاجازه باذن الله. خلص بس الاجازه وهيكون في شويه حلقات بودكاستس كده ان شاء الله تبقى حلويات باذن الله يعني، ونجيب شويه تجارب كده للناس، ناس فعلا عفرت واجتهدت واشتغلت على نفسها وكده. بس والله المستعان. الساعه دلوقتي 7:15 كده، فاضل على المغرب يعني حوالي مثلا نقول ربع ساعه او تلت ساعه ان شاء الله يعني. هتقرا الاذكار دلوقتي واروح بقى منتج الفيديو ده وارفعه قبل ما انام وانام بدري ان شاء الله، ونبدا بكره نشوف بقى المذاكره بتقول ايه.
الامتحانات ناوي على ايه. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اشوفكم في فيديوهات تانية جايه ان كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.